معاك 200,000 تبدأ استثمار عقاري ازاي؟ معاك 200,000 جنيه وبتسأل أبدأ استثمار عقاري ازاي؟ هقول لك على 3 طرق تقدر تبدأ بيهم حتى لو راس مالك صغير. في حاجة اسمها الشراكة الجزئية، تقدر تدخل مع شريك أو 2 في الشراء شقة وتقسموا التكاليف والملكية، بس بشرط كل حاجة تتكتب في عقد واضح وكل واحد ليه نسبته. تاني حاجة انك انت تقدر تشتري شقة على التسهيل، دور على شقة من مطور بيدي تسهيلات، ادفع مقدم 200,000 وقسط الباقي على 5 أو 7 سنين، بل على 10 كمان، وبعد سنة أو 2 ممكن تبيعها بريسيل وتكسب فرق السعر. تالت طريقة الاستثمار في الوحدات الصغيرة، شقة استوديو في أي كومباوند مثلا، محل صغير، مكتب إداري في منطقة ناشئة، وحدات كده سعرها معقول وسهل تلاقي لها طلب بعد كده، خصوصا لو الإيجار فيها كويس، وده شرط مهم قوي موضوع الإيجار ده. نصيحة مني، اختار منطقة فيها طلب مستقبلي وشوف المشروع مرخص ولا لا، وابعد عن أي حاجة مخالفة أو مش واضحة. ولو محتار تبدأ بإيه ابعت لي في الكومنتات وانا اقدم لك خطة على قد ميزانيتك.